عندي رسالتين. الرسالة الأولى للإعلام المصري، والرسالة التانية لهدير عبد الرازق. هبدأ برسالتي للإعلام المصري. انتم ليه بقيتوا عار قوي كده؟ بقيتوا منحطين ومنحدرين قوي كده ليه كده؟ انتم ايه اللي انتم عايزين توصلوه لنا بانكم تجيبوا واحدة زي دي وتفتحوا لها ساحات وقنوات على التلفزيونات والشاشات اللي بتدخل بيوت المصريين وبتدخل عند البنات والستات والرجالة ايه اللي عايزين توصله لنا؟ ان الواحدة لما تمشي عوج هتبقى واو يعني، وتبقى تاخد فلوس كتير ويجيلها شهرة ويجيلها جواز كتير ويجيلها. انتم ليه بقيتوا في الحضيض قوي كده؟ يعني زمان في التسعينات لما كنت صغيرة كنت بشوف الإعلامية اللي هي المذيعة بني آدمة كده، يعني بالعافية بتبين شعرها، يعني بتبقى لابسة محتشم جدا. دلوقتي الإعلامية بتبقى كتافها طالعة باينة وكلها باينة. ده وصلت لإنها تروح مهرجانات الجونة والمداري باين أكتر من المكشوف. المداري المكشوف باين أكتر من المداري. إيه ده؟ يعني اللحم اللي باين كتير قوي بالفستان اللي بتبقى لابساه. ايه اللي انتوا بتوصلوه لنا؟ يعني ايه اللي انتوا عايزين توصلوه لبناتنا؟ امشي عوج عشان يجيلك عرسان ويجيلك وتبقي مشهورة وترند وبعدين انا مستغربة من الناس اللي مستغربة قوي ان هي جالها بتقول جالي عرسان كتير وبيقولوا ازاي يعني. ومش لا يا جماعة، مستغربين ليه؟ ما دي فتنة. طب ما هي الرقاصة والممثلة اللي بتتباس وبتتحاضن كتير قوي دي ما بيجيلها أحسن الجوازات؟ بيجيلها جوازات مش بتيجي لبناتنا. سياسيين وناس دكاترة كبيرة وناس يعني بتبقى ناس تقيلة يعني، وبتجوزوا جوازات جامدة يعني. مستغربين ليه؟ ما دي فتنة. عايزة دنيا، خدي وربنا بيديها دنيا، بس ملهاش آخرة. إن لم تتوب ملهاش آخرة. فما فيش داعي لان يكون تستغربوا قوي كده. الرسالة التانية لهدير، عايزة اقول لها شفتي انتي منبوذة ازاي في مجتمعنا؟ شفتي انتي الناس كرهاكي ازاي؟ مش قبلاكي، الناس كارهينك، خايفين على عيالهم منك، خايفين على عيالهم منك. واول ما طلعتي على الشاشات رفضوكي وكأنك مرض وجربة. الرسالة وصلتك؟ الرسالة وصلت. الفلوس مش كل حاجة، الشهرة مش كل حاجة، حب الناس تحبك وتفتح لك بيوتها وتفتح لك قلوبها، ده أهم حاجة. شفتي إن الفلوس اللي عملتيها مش نظيفة، فلوس مش شريفة. ما تطلعي كده على النت وتبيني حاجات داخلية وتلزقي جسمك بحاجات وحتى المذيعة بتكلمك وانتي مش عارفة، مش لاقية إجابة، لأنك عارفة نفسك غلط من ساسك لراسك. وعملتي كده عشان تشتهري، وعملتي كده عشان تاخدي فلوس. عرفتي بقى ان عملتي فلوس واشتهرتي ولكن شهرة سلبية. عرفتي قدرك عند الناس؟ عرفتي قدرك عند الناس ايه؟ إن لم تتوبي فعند رب الناس بقى أكبر وأصعب. ده حسابه، ده حاجة تانية خالص. يمكن انتي متضايقة وزعلانة ودلوقتي وحزينة عشان شفتي رد فعل الناس معاكي،
لكن كمان حسابه عسير. ارجعي توبي. انت من الواضح انك انت مش شايفة نفسك عاملة غلط، مش شايفة نفسك بتعملي حاجة غلط. انت مستمرة وعادي ومكملة، وبعد ما طلعتي تعيطي وتشهنفي وشوية حاجات كده. نصيحتي بقى لكل أم، خلي بالكم من بناتكم، خلي بالكم من بناتكم. هي يمكن ما لقيتش أم وأب يوجهها. أنا كنت شفت لها فيديو قبل كده، ما كان أبوها وأمها كانوا بيبرروا لها اللي كانت بتعمله، وبنتنا ما بتعملش حاجة غلط، وبنتنا مش عارفة إيه، بدل ما يقوموها. خلي بالكم من بناتكم، لما تلاقوهم بيعملوا غلط قولوا لهم انتوا غلط، قولوا لهم اعملوا ده وما تعملوش ده، ما تبعدهمش عن عينيكم، خليهم دايما تحت عينيكم.